مساء الفل يا اخوانا. بخصوص موضوع شركات التسويق العقاري او الاستثمار العقاري او اللي بيسموا نفسهم البروكر، نصيحة مني الشركات ديت ابعدوا عنها وبلاش اي حد يروح يتعامل معاها، وخصوصا شركات التسويق اللي هي موجودة في التجمع او في اكتوبر، وخصوصا اللي في اكتوبر اللي في الشيخ زايد بالتحديد. يعني شركات التسويق ديت كلهم بلا استثناء حرامية. انا بقى بستغرب حاجة من الناس اللي بتروح تدفع لهم مقدمات حجز ودافعين فلوس على حاجة وهمية مش موجودة. يعني انا هكلمكم عن نفسي. يعني انا مثلا في شركات انا بعمل لها ميزانيات، شركات تسويق عقاري. يعني انا بشوف كوارث بصراحه. يعني انا بشوف كميه ناس دافعه مقدمات حجز بمبالغ كبيره جدا. طب انت يا ابني، انت وهو انت شفت السجل التجاري او البطاقه الضريبيه بتاعت الشركه ديت؟ انت لو كلفك الموضوع 5 دقايق بس وشفت السجل التجاري او قريته، اولا هتلاقي فيه بلاوي. هتلاقي اولا في عدد شركاء كتير جدا، في ناس عماله تخرج وناس عماله تخرج. طب ده ما لفتش نظرك لشيء يعني؟ النقطة التانية، مش تكلف بنظرك أو عينيك وتبص على رأس المال بتاع الشركة ده كام؟ ده في شركات كاتبة 100 مليون و150 مليون. يعني أنا نفسي أقول أحا بصراحة. يعني أنت شركة تسويق عقاري، أنت مجرد بتسوق بس، آخرك تاخد عمولة من الحاجة اللي أنت بتبيعها. يعني آخرك مثلا، يعني أنت بتسوق لحاجة لشركة تانية هي اللي بتنفذ المشروع. يعني مثلا إيه، بيتفق معاهم إن هو هياخد مثلا 5% أو 10%. انت ليه كاتب في السجل التجاري 100 مليون؟ اولا هو مش غبي. يعني ال 100 مليون دولت ما بيدفعوش، ده مجرد رقم بس كده بيتكتب في السجل التجاري. هم بيكتبوا الارقام الكبيره ديت ليه؟ عشان خاطر لما حد من العملاء يروح يستفسر عن مثلا الوحدات او الحاجه اللي هم بيبيعوها، سواء كان محل او شقه، ولا انا حابب يعمل فيها نصب، يقول لك لا انا عايز ابص على السجل التجاري. بص يا حبيبي اتفضل، هيلاقي راس المال مكتوب 100 مليون، يقول لك لا دي شركه كبيره وكبيره قوي كمان. هو المبلغ ده مش بيدفع، ده مجرد رقم بس كده بيتكتب. بس صاحب الشركه بيبقى قاصد يكتب الرقم الكبير دوت ليه؟ عشان يوهم او يخلي العميل اللي بيقرا السجل التجاري دوت يقول لك ان هي شركه كبيره ويثق فيها. تمام. لكن ال 100 مليون ال 100 مليون اللي هم كاتبين بيهم السجل التجاري دولت، ده رقم وهمي. فصاحب الشركه، تمام يا شباب، نرجع لموضوعنا. لكن في المجمل انا بنصح الناس، يعني بنصح الناس بلاش تتعاملوا مع الشركات ديت. الشركات ديت كلها نصابه وحراميه. يعني هو لما بيوهمك بالارقام الكبيره اللي بيكتبها في السجل التجاري، اللي هو يقول لك انا كاتب انا شركتي راس مالها 100 مليون 150 مليون، في ظل ان اصلا المكتب اللي هو مأجره كله، يعني مأجره ب 10000 جنيه في الشهر، مع 4 5 مكاتب حاططهم، حاجات كلها ما تعديش ال 30 40 الف جنيه. امال هم هيجروا رجل الزبون ازاي؟ ما عن طريق الحاجات دي. المهم، شغلانتهم كلها السوشيال ميديا، التسويق، وبيبيعوا الوهم للناس. هو مجرد بيسوق لشركة تانية هي اللي بتنفذ المشروع. طيب انت دلوقتي راح تشتري حاجة، دفعت فيها مقدم حجز، دفعت مبلغ محترم، وكاتب على نفسك شيكات ووصولات امانة. طب يا ابني، الشيكات والوصولات الامانة ديت مش ليها مواعيد استحقاق؟ يعني لو جه ميعاد استحقاق وانت ما سددتش، طب ما يروح يرفع الايصال الامانة عليك او الشيك ويحبسك بيه. بس هو مش غبي برضه صاحب الشركة او صاحب الشركات التسويق العقاري ديت. هو هيصبر عليك مثلا ايه، بتاع 5 اقساط 10 اقساط، اللي هو لحد ما يجمعوا مبلغ محترم ويروح رافعه عليك. في الغالب انت اللي هتكون خسران. تمام، دي نقطة. النقطة التانية، طب ما كلفتش برضو نفسك ورحت بصيت على المشروع؟ يعني انا لما براجع الميزانيات او براجع الحسابات بتاعت الشركات ديت، اقسم بالله بلاقي بلاوي. ده في ناس ماضية على عقود وما استلمتش السجل التجاري ولا بصت عليه للشركة ديت، ولا حتى راحوا بصوا على المشروع. واغلب المشاريع اللي هي بتسوق لها شركات التسويق العقاري حاليا بتبقى مشاريع تحت التنفيذ. هي بتسوق تاني، بتسوق لشركات تانية، مش هم اصحاب المشروع. بتبقى شركات مشاريع تحت التنفيذ لسه بتتحفر. يعني مثلا اكلمكم على الحوار اللي بقول لكم عليه ده، في مشروع لسه يعني بيتحفر فين بقى؟ في اكتوبر الجديد عند غرب المطار. سعر المتر هناك معدي ال 120 الف جنيه لمحل ممكن مساحته 30 ولا 35 متر. انت متخيل في حته في الصحراء بعيد؟ ماشي، ممكن تعمر بعد 7 8 سنين، بس حلني بقى. طيب النقطه الثالثه، بيلموا من الناس
مقدمات حجز حوالي 10% من ثمن الوحده. يعني مثلا لو الوحده عامله لها 10 مليون، لازم تدفع مليون، لازم تدفع مليون جنيه وانت واقف. وفي ناس بتدفع فعلا. يعني اعرف واد متغرب، انا شفت العقد بتاعه، الواد ده جه دفع حوالي مليون و100 الف، يعني دفع 100 الف زياده كمان، وخلى اخوه اللي راح بس على المشروع بعد ما مضى وبعد ما دفع الفلوس. يخرب بيتك، وانت فلوسك لاقيها في الشارع يالا؟ والله والله انتوا احلى ناس تسرق. انا براجع الحسابات، اقسم بالله كارثه كارثه. ده الراجل ده عايز اقول لكم، او اغلب الشركات ديت بتاعت التسويق العقاري، الناس دي بتاعت كوميشن يا جدعان، مش هم اللي بينفذوا المشاريع. ما علينا. الراجل لامم كام؟ حوالي 22 مليون مقدم حجز من الوحدات ديت لمول تجاري لسه بيتحفر، لسه بيتحفر، والله لسه بيتحفر. لامم 22 مليون. طب ال 22 مليون اللي انت لميتهم دولت، انت ليك فيهم 10%. ليك فيهم 10% اللي هي عمولتك بالاتفاق مع الشركاء بتوعك او مع الشركه اللي انت بتسوق لها اصلا. طب ال 90% التانيين انت المفروض توردهم للشركه اللي انت بتسوق لها، اللي هي بتنفذ المشروع. لا، ما وردش الفلوس دي. ده الفلوس دي بتتقسم عليهم وبتصرف عليهم وبيوزعوها وبيستثمروها في حاجات تانية خالص، مش في المشروع نفسه. يعني انا هقول احا مره تانية بصراحه. يعني انا ببص على الميزانيه وانا بعملها مع حاجه خرا يعني. بس ما تقدرش تتكلم لان الناس موقعه والناس راضيه، ده ناس كاتبه على نفسها وصولات امانه وشيكات. يعني هتتكلم تقول ايه؟ انا اخري براجع ارقام. بس بصراحه في ناس كتير جدا اقسم بالله تستاهل اللي هي تتسرق. والله يستاهلوا اللي هم يعني المستريح اللي هو بتاع الصعيد دوت، هو ده لم الملايين دي كلها وهرب منين؟ يعني ما هو البهايم هناك. ده نفس القصه بقى، بس دي بطريقه شياكه. شركات الاستثمار دي بتلعبها بطريقه شياكه بقى، ان هم يجيبوا لك كام بت مزه كده في المكاتب، يتصلوا بالناس، يجي الزبون يقعد معاه، البت تبقى قاعده بالمايكرو جيب، تقعد تضحك له وتعزم عليه بسجاره وبتاع، طبعا التاني يتكيف هوب يروح موقع زي الحمار. هي دي شغلانه الشركات التسويق العقاري. وتلاقيهم كلهم جايبين بناتهم قاعدين شغالين الصبيان، او بقى بيشغلوا الشباب. والله انتوا شعب لقطه، اقسم بالله انتوا احلى ناس يتعمل من وراكوا احلى فلوس. ده شركات التسويق قسما برب العزه عاملين من وراكوا احلى فلوس وهم قاعدين في مكاتبهم. شغلانتهم الكلام، الكلام والبيع، وشغلانتهم سوشيال ميديا. الراجل ابن المره كاتب السجل التجاري ب 150 مليون. ليه؟ انت لو كتبتها ب 2000 جنيه هتمشي برضه يعني، وشركتك هتتعمل. بس اقول لك ايه، حراميه يعني. مش على فكره الشركات دي في الشيخ زايد، الناس اللي وفي مولات، على فكره الشركات دي في مولات. خلوا بالكم الشركات دي يا اخوانا. والله انتوا شعب لقطه.